ربنا يسترها على الاهلي في اللي جاي. الاهلي ضيع من ايده مباراة سهلة جدا. انتر ميامي فريق سيء جدا وعنده مشاكل دفاعية ملهاش اول من اخر، ولكن الاهلي النهاردة رفض ان هو يكسب انتر ميامي بنتيجة كبيرة، ولاعيبة الاهلي رفضت النهاردة انها تعمل انجاز تاريخي ليها وللاهلي في كأس العالم للأندية في أكبر نسخه وفي أول نسخه الحقيقية. الاهلي بالمنظر ده هيعمل ايه قصاد سوسيداد بالميراس او حتى وسبورتو؟ لعيبه الاهلي النهارده ما كانش عندها لياقه، وواضح ان المدرب خوسيه ريبيرو الطريقه بتاعته مش عارف يطبقها مع لعيبه الاهلي. واضح ان الاهلي مش هو الفريق المناسب ليه. الاهلي بالمنظر ده هيعمل ايه قصاد بالميراس وقصاد بورتو وبحاله الانهيار في اللياقه البدنيه عند اللعيبه؟ الاهلي بالمنظر ده لو كان لاعب مثلا مانشستر سيتي او ريال مدريد او تشيلسي او انتر ميلان او باريس سان جيرمان لعب بالمنظر ده كان هيبقى ايه الحال بالنسبه له؟ الاهلي ربنا يسترها عليه في المرحله اللي جايه، ومش في كاس العالم للانديه بس، لا، في كل المنافسات اللي جايه. واضح ان خوسيه ريبيرو واضح انه هيكرر تجربه ريكاردو سواريش مع الاهلي، التجربه اللي كانت تجربه سيئه جدا واللي جمهور الاهلي نسيها بسرعه. نتمنى التوفيق للاهلي في المباراتين اللي جايين ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للفرق العربيه والافريقيه في كاس العالم للانديه.